السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. شنطة شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، تقدروا تستغلوا فيها بواقي الخيوط الموجودة عندكم، وتقدروا كمان تشتغلوها بلون واحد زي ما انتم عايزين. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك، سمك 3 ملي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بعمل عقدة البداية وهشتغل 65 سلسلة، وهنشوف مقاسهم كام سنتي. 65 سلسلة مقاسهم 60 سنتي بالظبط. طبعا لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على ال65 سلسلة اللي قبلها وبشتغل غرز حشو. اول سطر هشتغله في حلقة ظهر السلسلة، بسيب حرف الفي الامامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا، وبقلب السلسلة وبشتغل السطر الاول غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة في الحلقة اللي في الخلف دي. نخلي بالنا معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها، بخلي حلقة ظهر سلسلة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة، وبسحب الخيط. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين مرة واحدة. دي طريقة غرزة الحشو. بكرر على كل السلاسل، بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية بنفس الطريقة. وصلت آخر سلسلة عند خيط البداية، بشتغل فيها آخر غرزة حشو في السطر الأول. كده انا اشتغلت اول سطر 65 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التاني، وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد، وبشتغل تحت الحلقتين يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة هنا في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التاني، وبكمل كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر السطر.
وصلت اخر السطر التاني، بشتغل اخر غرزة تحت الحلقتين. كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على ال65 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التالت، وبكرر السطر اللي انا اشتغلته بنفس الطريقة من غير اي تناقص او تزايد. برتفع على ال65 غرزة لحد ما اكملهم 10 سطور باللون الاول اللي هو اللون البيج ده، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض ونشوف هنبدل الالوان ازاي. انا كده اشتغلت 10 سطور من غرز الحشو على ال65 سلسلة اللي انا بدأت بيهم باللون الاول. اشتغلتهم بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هقول لكم مقاسهم كام سنتي. مقاس ال10 سطور 10 سنتي بالظبط. بعد كده هبدأ اجيب اللون التاني وهنبدل الالوان مع بعض. عايزه اقول لكم اي شنطه هنشتغلها باكتر من لون لازم يكون سمك الخيط في كل الالوان واحد. ما ينفعش اشتغل فتله سميكه مع فتله رفيعه. باجي هنا على اخر غرزه انا اشتغلتها في اللون الاول وبسحب الخيط كده، بسيب حلقتين بس على الابره. هفك الغرزه خالص. اخر غرزه بشتغلها باللون الاول، بدخل وبسحب الخيط. بقى معايا حلقتين على الابره، ما بكملهاش باللون الاول، بسحب طرف الخيط التاني وبقفل بيه غرزة الحشو الأخيرة بتاعة اللون الأول بالطريقة دي كده. بعد كده بقص الخيط الأول وبسيب حوالي 10 سنتي من الخيط عشان التنظيف، وبسيب طبعا في البداية حوالي 10 سنتي برضو أو 15 سنتي، وبكمل بنفس الطريقة. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر رقم 11 باللون التاني. في نفس الغرزة الأولى بشتغل أول غرزة، وبعد كده بكمل كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة. دي طريقة تبديل الألوان. هيبقى الشكل كده. طبعا الخيوط دي كلها هنضفها بإبرة التنظيف تحت الغرز في ظهر الشغل. هكمل بنفس الطريقة، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر السطر. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر اللي بعده وهكذا، وبكمل 10 سطور باللون التاني، وبعد كده بوصل اللون التالت واللون الرابع. هشتغل بكل لون 10 سطور زي ما اشتغلت باللون الاول بالظبط. هيبقى معايا في الاخر خالص 40 سطر من غرز الحشو على ال65 سلسلة. هكمل الثلاث الوان الباقيين بنفس الطريقة دي كده، ونرجع نشوف هنكمل شغل في الشنطة ازاي. انا كده اشتغلت 40 سطر من غرز الحشو على ال65 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. اشتغلت بالاربع الوان، كل لون اشتغلت بيه 10 سطور زي ما اتفقنا في البداية. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. هنشوف المقاسات مع بعض. مقاس العرض 37 سنتي، ومقاس الطول 65 سنتي. دي المقاسات اللي انا هشتغل عليها. بعد كده حطيت علامات في الغرز اللي انا هشتغل فيها الجوانب بتاعه الشنطة. عديت من هنا 28 غرزة وحطيت علامة في الغرزة رقم 29، وفي الجنب التاني عديت 28 غرزة وحطيت علامة في الغرزة رقم 29. هسيب في المنتصف هنا 9 غرز مش هشتغل فيهم، وهشتغل الجوانب بتاعة الشنطة 4 سطور في الجنب ده على 28 غرزة، و4 سطور في الجنب التاني على 28 غرزة. وفي الجنب ده برضو هشتغل بنفس الطريقة على اللون الأول اللي أنا بدأت بيه. حطيت علامات هنا، هشتغل 4 سطور على الجنب ده في 28 غرزة، و4 سطور على الجنب ده في 28 غرزة. هبدأ من هنا بآخر لون اللي أنا اشتغلته، ما قصيتش الخيط. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل 28 غرزة حشو لحد ما اوصل عند العلامة.
كده انا اشتغلت في الجنب الاول 28 غرزة حشو، برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ اشتغل كمان 3 سطور عشان اكملهم 4 بنفس الطريقة. بوصل اخر السطر برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر اللي بعده، هكملهم 4 سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده انا اشتغلت 4 سطور من غرز الحشو على ال 28 غرزة في الجنب الاول. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. مش هقص الخيط، بسيبه بثبته كده لحد ما اوصل لمرحلة التقفيل، وبجيب طرف خيط جديد من نفس اللون وبلف كده، وهبدأ اشتغل الجنب التاني. بشتغل الجنب التاني في نفس الاتجاه اللي انا بدأت منه. انا بدأت من هنا واشتغلت 4 سطور، ببدأ برضو من هنا من الغرزة اللي جنب العلامة، بسحب الخيط وبرتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة بشتغل غرزة حشو. بعد كده بكمل بشتغل في كل غرزة غرزة، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية، بسيب طرف الخيط لان هيبقى في وش الشغل وهيبقى شكله باين. هنضفه هنا في الجنب ده اللي هيبقى داخل الشنطة بإبرة التنظيف. هكمل بنفس الطريقة على ال 28 غرزة. بوصل اخر السطر برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر التاني وهكذا، وهكملهم 4 سطور بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجنب الاول. خلاص كده اشتغلت ال4 سطور اللي في الجنب التاني. بقص الخيط وبسيب حوالي 50 سنتي من الخيط عشان هحتاجهم في التقفيل. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة، بثبته، ده وش الشغل بتاعي هيكون خارج الشنطة. بسحب طرف الخيط بتاع البداية بعديه الجنب التاني، وهنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز. كده انا عندي طرف الخيط هنا وعندي الطرف التاني هنا اللي انا هقفل بيه. هقفل بالطرفين زي ما هنشوف مع بعض. بعد كده برجع للجنب الاول اللي انا بدأت منه اللي هو اللون البيج، وببدأ اشتغل برضو بنفس الطريقة 4 سطور في الجنب ده على 28 غرزة، و4 سطور في الجنب التاني على 28 غرزة. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. ده وش الشغل بتاعي اللي هو فيه السطور الزوجية 2 4 6 8 10. هبدأ من هنا، هبدأ من عند خيط البداية. بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين اللي هي دي سلسلة البداية دي، وبسحب طرف الخيط وبرتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة بشتغل غرزة حشو. بسيب برضو طرف الخيط ده وبعديه بالإبرة هنا كده في ظهر الشغل وبنضفه، وبشتغل 28 غرزة لحد ما اوصل عند الغرزة اللي قبل العلامة. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر التاني. هكملهم 4 سطور في الجنب ده، وبعد كده بوصل طرف خيط جديد من الغرزة اللي بعد العلامة هنا، وبشتغل برضو في نفس الاتجاه ده كده. ببدأ من عند العلامة بشتغل 4 سطور على ال 28 غرزة اللي هنا. هكمل الجنبين ونرجع نقفل مع بعض. انا كده اشتغلت الاربع جوانب بتوع الشنطة. اشتغلت 4 سطور في كل جنب، في الجنب ده وفي الجنب الاول اللي انا بدأت منه. بعد كده هبدأ اشبك بإبرة التنظيف، بشيل العلامات ده طرف الخيط اللي جوه بسيبه،
وبروح لطرف الخيط اللي هنا وبقص حوالي 50 سنتي من الخيط، وبسحب الخيط من اخر غرزة من الحلقة اللي كانت على الابرة وبلضمه في ابرة التنظيف. الجنب ده هيكون وش الشغل بتاعي، هيكون بره الشنطة. هخيط وبعد كده هقلب، بضم الطرفين دول على بعض كده، وبخيط كل غرزتين مع بعض من تحت الحلقتين، يعني من تحت حرف الفي. من تحت حرف الفي هنا وحرف الفي هنا. هبدأ من الجنب ده، اول غرزة بخيطها مرتين عشان اثبت الشغل بتاعي كويس. كده انا خيطت كل غرزتين مع بعض 28 غرزة من كل جنب. وصلت هنا عند القاعدة من تحت، بخيط الجنب ده كده بالخيط اللي معايا، والجنب ده بخيطه بالطرف الخيط التاني اللي هما ال30 سنتي اللي احنا سيبناهم في الجنب ده. بدخل في الغرزة اللي في المنتصف اللي هي في منتصف التسعة، بعد من هنا 1 2 3 4 وبخيط. ده شكل الخياطة. طبعا كل الخيوط الزيادة دي كلها هنضفها بإبرة التنظيف تحت الغرز، والخيوط دي كمان. بعد كده بقلب، ده شكل الجنب الاول بعد ما خيطته. طبعا لو حابين تعرضوا الجنب بتزودوا عدد السطور، بتشتغلوا 6 سطور او 5 زي ما انتوا عايزين حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. وده شكل الخياطة. هخيط الجنب التاني بنفس الطريقة، الجنب ده كده، وهنضف كل الخيوط الزيادة ونرجع نكمل مع بعض. انا كده خلصت تقفيل الشنطة بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. عايزة بس اقول لكم على تعديل بسيط انا عملته في التقفيل من باب الامانة، عشان لو حابين تغيروا الطريقة اللي انا اشتغلت بيها. احنا قفلنا مع بعض قبل الفاصل الجوانب بتاعة الشنطة، الجزء ده كده بإبرة التنظيف، والجزء اللي تحت بتاع القاعدة برضو قفلناه بإبرة التنظيف. بعد ما قفلت بإبرة التنظيف الجزء بتاع القاعدة لقيت ان شكله مش احسن حاجة،
فكيت التقفيل بتاع الجزء ده كده وقفلته بغرزة منزلقة بإبرة الكروشيه. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكله أجمل بكتير، والتقفيل محكم عن طريقة التقفيل بالإبرة بإبرة التنظيف. هوريكم الشكل من جوه عشان لو حابين تغيروا طريقة تقفيل الجزء ده كده. شايفين قفلت بمنزلقة ال9 غرز اللي احنا سيبناهم في القاعدة مع السطور المقابلة ليها. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا واحسن بكتير من التقفيل بإبرة التنظيف. ده بالنسبة للجزء الخاص بالقاعدة فقط، الجزء ده كده. اما الجوانب انا قفلتها بإبرة التنظيف زي ما شفناها مع بعض. طبعا الشنطة واسعة جدا، هقول لكم مقاساتها دلوقتي بالمزورة كام سنتي كلها. هنشوف كده المقاسات مع بعض الاول. مقاس العرض من فوق 45 سنتي، ومقاس الطول 27 سنتي. وبالنسبة للقاعدة مقاس القاعدة 35 سنتي طول، والعرض 10 سنتي بالظبط. زي ما اتفقنا في البداية خالص، لو حابين تكبروا المقاسات بتزودوا عدد السلاسل بتاعة البداية، ولو حابين تصغروا المقاسات بتقللوا عدد السلاسل. بعد كده هحط دعامة للشنطة من جوه عشان احنا ما اشتغلناش القاعدة منفصلة والشنطة كلها قطعة واحدة زي ما شفنا مع بعض. هستخدم البلاستيك بتاع الكنفا اللي هو الشبك ده كده بمقاس القاعدة بالظبط. بحطها في الشنطة، طبعا قصيتها بنفس المقاس 35 سنتي طول و10 سنتي عرض. انا مش هخيطها، لو حابين تخيطوها بإبرة الخياطة بتخيطوها بتثبتوها. انا هثبتها بس بالمسامير بتاعة القاعدة، 4 مسامير بثبتهم كده في الاماكن بتاعتهم وبشبك بيهم الشبك اللي جوه. خلاص كده انا شبكت ال4 مسامير في القاعدة ومسكت بيهم الشبك من جوه. القاعدة دي هتبقى مجرد هتمسك بس القاعدة بتاعت الشنطة عشان ما تسقطش لما بحط فيها الحاجات. بعد كده هجيب ايد الشنطة وهبدأ اخيط الايد في الشنطة. انا هستخدم ايد جلد، تقدروا تشتغلوا ايد بنفس الخيط، خيط المكرمية او اي خيط انتوا هتشتغلوا بيه الشنطة بتاعتكم. هثبتها هنا كده بالخيط اللي انا اشتغلت بيه خيط المكرمية بإبرة التنظيف. هيبقى الشكل كده. بثبتهم كويس جدا وبنضف الخيط الزيادة بإبرة التنظيف جوه الشنطة تحت غرز الحشو. هثبت الجنب التاني كمان بنفس الطريقة، والايد التانية برضو تحت في الجنب الخلفي. قبل ما اطلع فاصل عايزة اقول لكم ازاي تاخدوا مقاسات البطانة عشان نجهزها، وبعد الفاصل نرجع نخيطها مع بعض. مقاسات البطانة باخد مقاس عرض الشنطة من فوق اللي هو 45 سنتي، ومقاس طول الشنطة من فوق من هنا لحد منتصف القاعدة.
32 سنتي بالظبط. يبقى انا هقص قماش البطانة مجوز على طبقتين، العرض 45 سنتي والطول 32 سنتي، وهخيطه من الجنبين وهعمل جيوب داخلية لو عايزة. هجهز البطانة وخيط ايد الشنطة كويس ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده خيطت ايد الشنطة، بقى الشكل زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. خيطت كل لون باللون اللي زيه بالظبط هنا وهنا، وجهزت البطانة بتاعتي بالمقاسات اللي احنا شفناها مع بعض قبل الفاصل. وعملت فيها جيب داخلي. هبدأ اخيط البطانة في الشنطة. عايزة اقول لكم ان انا حطيت دعامة تحت الخياطة بتاعة الايد، جزء من الشبك البلاستيك في الاربع جوانب. طبعا لو حابين تحطوا كده مفيش مشكلة. بعد ما خيطت البطانة في الشنطة بقى الشكل زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا، وده شكل الجيب الداخلي. بعد كده هخيط السوستة. قبل ما اخيط السوستة انا نسيت احط اللوجو قبل خياطة البطانة. طبعا لو هتحطوا اي اكسسوارات خارجية بتحطوها قبل البطانة. بس اللوجو ده كده سهل التركيب، مش محتاج دعامة ولا حاجة، بدخله كده وبضغط عليه من جوه. خلاص كده انا ركبته. بعد كده بخيط السوستة. خلاص كده خلصت خياطة السوستة. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.